الحياة مواقف. في الحياة مواقف كثيرة، مواقف تجعلنا نسقط مبدأ، نسقط حبا، نسقط شيئا من ذواتنا فقط كي نستطيع مواصلة هذه الحياة. بعض القلوب نستطيع نسيانها مع الزمن كأن لم تكن، بعضها الآخر يصعب نسيانه في بداية الأمر، ثم يتكفل الزمن بجعلنا ندسه بأقصى زاوية من القلب، نطل عليه من ثقب الذكرى بين الحين والحين. لكن رغم ذلك يظل حب واحد خفق له القلب يعيش داخلنا، وعبثا نتظاهر بالنسيان، لأن عيوننا تفضحه، أنفاسنا، نظراتنا، صراخ ذكرياتنا التي أخفيناها في أبعد نقطة من خزانة الروح فقط كي لا تبوح. وكلما مرت الأيام ازداد الندم على تركهم ببساطة يرحلون صراخا وإلحاحا. وفي الحياة أيضا تمزقنا لحظات فقد. هناك قلب حبه يجعلنا نتغير نحو الأجمل، فيولد لدينا رغبة كبيرة في الإقبال على الحياة بفرح. وحب آخر يجعلنا أنانيين وأسوأ بكثير مما كنا عليه. بعض البشر نلتقي بهم لأن القدر شاء، بشر يملؤون حياتنا فرحا، حبا، أملا. البعض الآخر يأتون صدفة، محض صدفة لا أكثر، يتركون بسمة تتفتح لها أزهار ربيع خناه لن يأتي، وحين تنمو البراعم بهدوء يرحلون. وهناك بشر لا نعرفهم مطلقا، يتقاطع طريقنا معهم لحظة وجع وانكسار، فيشاركوننا إياها بكل صدق، يلمون ما تبقى منا دون انتظار مقابل أو جزاء، ثم بلمح البصر كما الأطياف يختفون. لكن هناك بشر لا يشبهون هؤلاء، لقاؤهم أشبه بعقاب نكفر به عن أخطائنا، بارعون جدا في الكذب، وبارعون أيضا في اختلاق أعذار الرحيل دون سبب حقيقي. هؤلاء هم أحقر الناس وشر البشر. نص الأستاذة فضيلة بهليل، قراءة جيم راء.